السلام عليكم، مرحبا بكم معي فيديو جديد. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. شكرا على التعاق ديالكم، مرحبا بالتساؤلات ديالكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد اللي غيعجبكم اكيد، اللي غادي يكون عندي هنا واحد الفيديو اللي غيكون فيه الفقاص. الفقاص بدون جلوتين، بدون زيت، بدون سكر، وبدون نشا الذره. واحد الفقاص اللي هو ريجيم وزوين. صراحه شي حاجه اللي رائعه. الناس اللي كيكونوا هكا دايرين ريجيم من سكر من دهون، غيكون بالزبده البلديه. المهم يعني هاد الكوكيز هذا تا هو بدون سكر بحالو بحال، وبدون زيت بحالو بحال الفقاس. غير هو صراحه ما صورتش معكم، وغندوز معكم المقادير ديال هاد الفقاس هذا. كيف قلت لكم بدون جلوتين وريجيم هذا اللي غادي يكون فيه هاد الشيء اللي غتشوفوا. غنشاركو معكم، هو اللي مسموح للناس اللي خداوه. بالنسبه هنايا في هاد العجانه خضيت، درت كاس ديال الماء الزهر، وكاس و100 غرام ديال اللوز قطعتها، وخديت ولا عبرو كاس. وخديت هنايا غندير الزبده، هذه زبده بلديه اللي مغليه ومحيد منها الحليب ولا اللبن، اللي كتكون طايبه هكا كتبقى فيها غير ديك الزيت ديالها. المهم كتولي قريبه نوازيط. خديت هنايا باش ناخذ القياس اللي انا بغيت. غادا ندوبها، وغناخذ العبار بكاس، يعني القياس بكاس. دوك المكونات كيف خديت الكاس اللي خديت به المكونات الاخرين هو اللي غناخذ به هذا الزبده. غنديرها هكا فوق النار حتى كتذوب، وغادا نعبرها معاكم. هنا غادي ناخذ في هاد المقادير، غندير معاهم 6 البيضات يكونوا بحجم كبير. اي الا نقصتوا البيض يقدر ما يجيكمش مزيان، حيت قلت لكم هاد لا ريجيم. وهاد الفقاس هذا شويه صعيب في الخدمه ديالو، ماشي ساهل بحال الفقاس الاخر. يعني هذا صعب من الفقاس الاخر، لان كيف قلت لكم بزاف د الحاجات ناقصين ما كاينينش فيه، اللي غادي يعاونوه باش يجي مجموع. المهم هنا هاد الفقاس هذا الناس اللي بغاو يديروا فيه العسل الحر. غنزيد نضيف فيه هكا واحد القليل من العسل الحر، تقريبا معلقه صغيره ديال العسل الحر. وممكن أنا ما دارش. المهم بالنسبة للناس اللي مسموح لهم غير شوية ديال السكر، ممكن ديروا معلقة ديال الكوفيتير. صافي غناخد هنا المكونات الأخرين. غندير معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة والمنافع، وغندير معلقة كبيرة ديال الجلجلان أولا السمسم. صافي. وهنا غنكمل المكونات كاملين. غير هو هذا الفقاص اول حاجه كيكون شويه صعيب في التصاوب ديالو، ثاني حاجه الكميه ما تيخرج لكم كميه كثيره. يعني هاد العجنه هذه كيف كتشوفوا المعتاد انها كتخرج لكم واحد الكميه اكثر من هذه، هذا غيخرج لكم كميه قليله. هنا ديك الزبده بعد ما دابت، هنا راه درت كاس حيت انا ديجا عبرتها. ومهم هذه كاس بكاس العنبه، غير انا هذاك الكاس اللي عبرت به راه كبر من كاس العنبه. درت كاس ديال العنبه ديال الزبده دايبه. كيف قلت لكم ولات نوازيط، يعني كيكون ما بقاش فيها الحليب وما بقاش فيها اللبن. بالنسبه للناس اللي كيستخدموا هاد اللي غياخذوا هاد الفقاص، يعني كيخدموا غير بالزبده البلديه. هذا علاش، وكل واحد كيخدم بداكشي اللي كيسلكو. المهم هنا غناخذ، درت ديك الزبده مع ضفتها على داك البيض وداك المكونات، حركتهم هكا. وصافي. هنا عندي الخميره ديال الحلوى بدون جلوتين، عندي تما فيها 12 غرام. فيها 12 غرام ولا 10 غرام، المهم غتكون فيها 10 غرام هادي. انا غنحاول ندير غير وحده، ما نزيدش الثانيه مثلا. هاد المكونات هادو انا كندير فيهم مثلا في العادي كندير فيهم 16 غرام ديال الخميره. دابا هنا غندير 10 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. غندير الملحه، والملحه غنديرها شويه بالزايد. علاش؟ حيت حنا ما دايرين السكر باش يجينا داك الفقاس بنين، يعني غيمشي غادي الملوحه، حيت عارفين حتى حاجه ما كاينه فيه حلوه. ضروري خصنا نديرو شويه ملحه زايده. الحاجه كتكون ناقصه فيها السكر كنزيدو فيها شويه الملحه باش تجينا بنينه، باش ما يجيناش باسل. المهم هنايا شديت دوك المكونات ديالي خلطتهم كاملين، كنديرهم هكا في العجانه، وغندور عليهم هكا العجانه حتى كيتخلطوا ليا، ولا تخدموهم بيدكم. بعد من بعد عاد نضيف عليها المكونات الاخرين. صافي. هنا ملي غنبغي نضيف الدقيق، عاد واش غنضيف معاه الخميره. خلطت المكونات اللي سائله قبل على جنب. وغناخد هنايا هنا الميزان عبرت، درت 250 غرام ديال الدقيق، 250 غرام ديال دقيق الروز. ودرت 300 غرام ديال ميكس بي هاد الخضر. وغندير 200 غرام ديال ميكس بي هذاك الميكس الاخر اللي هو اللون ديالو سمر. المهم نتوما في المجموع غديروا 250 غرام ديال دقيق الروز،
وغديروا 500 غرام ديال ميكس بي. نتوما الميكس بي راه غديروا هذاك الخضر كيكون احسن، هذاك تزيدوا منه الا بغيتو تزيدوا منه الا كان متوفر لكم، ماشي تزيدوا منه، غديروا منه 200 غرام. انا درت 200 غرام من هذا و300 غرام من الاخر. هذا علاش اللون ديالو سمر، وصراحه الكاليتي ديالو طالعه، كيجي حتى هو زوين، وغيعطينا واحد اللوين للفقاس بحال غادي اللون مارو. هذاك اللون غيعاوننا باش الفقاس يجي محمر وزويون، حتى في المنظر ديالو يجي زوين، حيت كتعرفوا حنا خدامينه بلا سكر، يعني ما كاينش سكر. الا حمرناه بزاف غيجي بحال محروق، الا خليناه غيجي بحال الابيض. المهم انا هاد الشيء اللي جربت به، هاد المكونات اللي جربتهم وجاني الفقاس زوين، قلت نشاركو معاكم. هاد الشيء اللي كاين ملي كنجرب شي وصفه وكتعجبني وكتعجب الكليان، المهم كياخذوها كتكون مزيانه، راني كنحاول نشاركها معاكم. اكيد راه ذقتو وعجبني في المذاق، هذاك علاش يعني شاركته معاكم. بالنسبه كيف قلت لكم راه كيكون مسوس بدون سكر وبدون الزيت العادي، زعما الزيت العادي. هذاك علاش فيه الزبده، وفي بلاصه الزبده ممكن انكم ديروا زيت الزيتون. الناس اللي دايرين ريجيم، يعني ناقصين كاع، محيدين الدهون ولا محيدين مثلا السكريات، هادشي اللي كاين. وانتم راه كل واحد كيكون عارف شنو كيدير. المهم انا شاركت معكم هاد الوصفه كما جربتها وكما عجبتني، بغيت نشاركها معكم، نتمنى تعجبكم. وحتى نتوما تخليو لي واحد اللايك، تخليو واحد البارطاج، تخليو واحد التعليق اكيد، وتقولي واش عجبتكم الوصفه، باش نبقى بحكم يكون عندي شي وصفات هكا اللي خاصين كيكون مغيرين فيهم بزاف د الحوايج نشاركهم معاكم. واخا كيكونوا صعابين، كاين شي حوايج اللي ما كيكونوا ما متواجدين عند كلشي، ولكن كلشي متوفر في المحلات اللي كيكونوا يبيعوا داكشي سونغليتين. بالنسبه للناس اللي كيكتبوا لي على بزاف الفيديوهات، راه كيكتبوا لي، واخا كنجاوب كل واحد بوحدو، ولكن كنبغيكم تبقاو تصنتوا الفيديو، راني كنجاوبكم على كل حاجه في الفيديو. بالنسبه للناس اللي تيكونوا كيسولوني على الكومدغوار فين كتلقاوها، اي نوع ديال الدقيق فين تلقاوه، مثلا ديك حبوب الشيه فين تلقاوها، بذور الشيه فين ديك بذور القطونه فين تلقاوها، القشور القطونه اولا البسيليوم. المهم هذاك الشيء كله مجموع كتلقاوه في المحلات اللي كيكونوا بدون جلوتين، كتلقاو عندهم اي حاجه بغيتو تسولهم على السميه ديالها كيوريوها لكم، هذه الا ما كنتوش عارفينها. هادشي اللي كاين، ومرحبا بالتساؤلات ديالكم، مرحبا باي حاجه بغيتوها، مرحبا اللي بغى شي كوموند، مرحبا في الواتساب. كتدخلوا على الرقم الواتساب راه كتخليهم ميساج تم، اكيد كنجاوبكم. وبالنسبه للناس اللي بغاو يوجدوا الحاجه على يديهم، انا شاركت معكم فيديو كتبعوا ديروا المقادير كاملين وكتبعوا الوصفه، وان شاء الله تتوما تنجح معكم كما نجحت معايا انا. اي حاجه راه كتبغي الصبر وكتبغي مجهود شويه باش كتكون تبغي نفس طويل باش انها كتنجح معكم، لان هادشي صعيب ماشي ساهل، وسيرتو ملي تكونوا ناقصين فيه بزاف د الحاجات. المهم هنا انا بقيت معكم في الهضره، ولكن راه كتشوفوا المراحل كامله. هنا قضيت داك العجينه ديالي دلكتها مزيان وقطعتها على شكل بودان، وصايبتها هكا شكلتها، وغندهنهم هنايا من بعد ما ساليتهم. غندهنهم هنايا بالبيض، ممكن تدهنوا بالبيض صفر بيض، ولا ممكن ديروا الخلطه اللي كندير الفقاس العادي. كندير شويه الماء، كنخلطو بالكاكاو مر، وكندهن به الفقاس، كيجيني ما كيتفرقعش. هذا راه غير طرطق ليا حيت انا درت البيض. صراحه درت علاش درت البيض، خفتو يتشقق اكثر، ولكن النتيجه ديال بالكاكاو والماء كان احسن من هاد الوصفه اللي كدهن بالبيض. هادشي اللي كاين. المهم انا كنحاول نشارك معكم كلشي، وحتى الحوايج اللي ما تيعجبونيش راه كنقول لكم ما ديروهمش، اولا ما كيجيونيش مزيانين كيكون. مهم اي حاجه بانت ليا يعني نقدر نصحكم بها، راه كنصحكم بها. هادشي اللي كاين ومرحبا. المهم هنايا غندهن الفقاس ديالي، ضروري مالا كنتو درتو صفر البيض راه كديروا واحد القطيره ديال الخل باش كتحيدوا ديك الزفوريه ديال البيض. بعد ما غندهنو غنحاول ندي هكا بواحد الفرشيطه، كنحاول ندير فيه خطوط، وكنثقبوه بشي ابره تكونوا مخلينها هكا للفقاس، الابره ولا هكا كتثقبوه باش ما كيتفرقعش ليكم في الفران. وصافي وكتدخلوا الفران، الفران كيكون بارد، كتشعلوا عليه من التحت من الاسفل، العافيه عليه غير من الاسفل، وكتنقصوا النار، كتكون النار ناقصه، وكتحطوا اللاطه ديالكم ديال الفقاس حتى كطيب. ملي كطيب من الاسفل عاد كتهبطو كيتحمر شويه من الوجه، وكتخرجوه وكتغطيوه بواحد المنديل. ها هو كيف كتشوفوا بعد ما خرجته ما شاء الله جا رائع. صراحه انا كنت متخوفه منه ما يجينيش زوين، ولكن صراحه النتيجه كانت احسن ما كنت متوقع انا. بصراحه عيت حيت بزاف د الحاجات ما كاينينش فيه. واخا تشوفوه الكميه كيف قلت لكم ما كتجيش الحجم كبير، واخا نفس المقادير اللي كندير في الاخر درتهم فيه، هذا الحجم جا قليل
والكميه خرجه قليله والحجم ديال البودان جا صغيور. المهم غطيته وخليته واحد نص ساعه حتى كيبرد لينا باش كيتماسك فيه مزيان، كيبقاش سخون. غناخد هنا القطعه اللي نقطع عليها، وغناخدو هذا الكيتور اولا شي موس اللي كيكون جديد حاد يكون جديد، ولكن كنفضل انا الكيتور حسن يكون الكيتور حتى هو جديد. كتقطعوا به واحد المده وملي كيحفى لكم راه كتبدلوه. المهم هنايا كنقطعوا بهذه الطريقه، نحاول هكا حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. صراحه ما كانش فيه شي ضيعان بزاف، ولكن كيف قلت لكم حيال خصكم غير بشويه بشويه باش انكم تقطعوا وتحصلوا على هذه النتيجه هذه. وفي اي حاجه راه كتبغي الصبر وكتبغي المداومه. ملي كتبقاو تصايبوها المره الاولى والمره الثانيه وهذا وهذا كطيحوا لها على الطريقه الصحيح ديالها. حتى حنا راه كنكونوا نديروا الحاجه شحال من خطره، وراه بعض المرات كنديروا شي غلط اللي كيخسر لينا كلشي. يعني ماشي حنا غير كنوجدوا وصفات وكنشاركوهم معكم في اليوتيوب، اولا مثلا كنوجدوهم نديروا فيهم لي كوموند مثلا، ولا عرفت حنا كاين الحاجه اللي كتضيع لينا وكتخسر يعني، وكيكون ربي كيعوضنا. يعني ما كنبقاوش نحكروا على الحاجه اللي كتضيع، صافي اللي كتضيع تضيع، واللي كتبقى راه كنحاولوا نجدوا منها ونصايبوا منها حاجه مزيانه. كاين لاطه اللي كتحرق لك كامله كتدخليها للفرن كتخرجها كحله، يعني هذا الشيء كيوقع عادي. الحاجه اللي كتفرتت لك هكا او يعني عادي. نحاولوا نشوفوا الوصفه اللي كتجينا مزيانه، واكيد هاد اللي كنشاركوا معكم هكا راه كتكون ناجحه عاد باش كنشاركوا معكم كيف كتشوفوا في الصوره كيف كان في الواقع. وكون ما كانتش كتبان في الصورة يعني مزيان، راه ما غتشوفوش هذيك الكمية كاملة في الآخر، يعني راه غتكون كاملة ضاعت. فهمتوني؟ يعني هذا الشيء اللي كاين كنحاولوا نوصلوا لكم، وكنتمناو انكم غير تدعوا معنا بالدعوات اللي تيكونوا زوينين ورحمة الوالدين. وان شاء الله حنا ما نبخلوش عليكم اي حاجة اللي هي مزيانة ونستافدوا منها احنا كاملين. لان احنا هاد الشيء اللي دايرينه رحمة الوالدين، وديروا اننا كنتعاونوا مع بعضياتنا. هادشي اللي كاين، كل واحد اللي محتاج شي حاجه راه كيعاون الاخر. ومرحبا بكم كاملين. هادشي اللي نقدر نقول لكم. والله الله يوفق الجميع في اي عمل كيديروا شي واحد الله يوفقه فيه. المهم هنا نتوما كيف كتشوفوا ملي كتطلق لكم ايدكم في التقطاع راه كتمشيو تقطعوا مزيان. غير كيف قلت لكم هاد الكيتور خصو يكون جديد، حيت بعد مني كيبدا يحفى او ما كيبقاش حيت كتقطعوا به مده طويله راه ما تيبقاش يقطع مزيان. حاولوا تكون جديد تقطعوا به هكا. وضروري ما داك اللوز قطعوه عاد ديروه في المزهر وهذاك المكونات الاخرين. فاش كتقطعوا اللوز كيساعدكم باش كيتقطع بسهوله. المهم هنا ملي ساليتو راه دخلته للفران كتمزروه. المهم مبينش معكم اللاطه، المهم تحمر ولا مزيان هو هذا كيف كتشوفوا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله.